كتير بيخافوا يقربوا من حالة اتعرضت ليود مشع، بس هل فعلا هو خطر على المحيطين اللي حواليه؟ خليني أوضح لك الصح. لما مريض السرطان بيتعرض لجرعة يود مشع، جسمه بيبدأ يخرج الإشعاع عن طريق النفس، وأحيانا عن طريق العرق أو البول أو اللعاب. عشان كده بنطلب منه يدخل في فترة عزل مؤقت، وده مش معناه إن العزل يعني حالة خطيرة على اللي حواليه، هو بس إجراء احترازي لحماية الناس اللي حواليه، خصوصا الأطفال، الحوامل أو كبار السن. المدة بتختلف حسب الجرعة، بس غالبا من 3 ل7 أيام، وفي حالات بسيطة بتكفيها يومين بس. خلال الفترة دي المريض بيعمل شوية احتياطات، زي إنه ينام لوحده، يستخدم حمام خاص، يغسل هدومه لوحدها، ويشرب سوائل كتير عشان الجسم يطرد الإشعاع. بعد ما الإشعاع بيخرج من الجسم بيرجع طبيعي 100%. يعني ببساطة هو مش خطر، لكن بياخد وقته في التعافي. لو عايز تفهم أكتر عن العلاج باليود المشع أو أي نوع تاني من علاجات الأورام، تابعنا، لأن كل فيديو هيساعدك تقرب من الحقيقة ومن الشفاء.